بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا طلاب الصف الثالث المتوسط. إن شاء الله اليوم راح ناخذ تأكد من فهمك الموضوع المتباينات المركبة الدرس الرابع، اللي يقول حل المتباينات التي تتضمن بيانية. رقم واحد يقول -4 أصغر أو يساوي من الواي ناقص 1 أصغر أو يساوي من 3. على مود حل هذا السؤال لازم أول شي أتخلص من هذا -1. لهذا السبب راح أقول أضيف لكل الأطراف -1. نضيف -1 لكل الأطراف. يعني ايش راح يصير؟ -4 زائد 1 أصغر أو يساوي واي ناقص 1 زائد 1 أصغر أو يساوي 3 زائد 1. -4 -1 -3 أصغر أو يساوي واي، لأن هذين حذفا، أصغر أو يساوي 4. هنا راح يكون عندي خيارين: اما الواي اصغر من 4 او واي اكبر او يساوي من -3. اذا الواي اصغر من 4 ايش راح يكون عندي الحل؟ نقطة 4. تمام، هاي النقطة مال 4 وهيك يكون الاتجاه. هذا كرسم مبدئي. اما اذا كان، وطبعا النقطة شبيها مفتوحة، ليش ما بيها يساوي؟ انتبه هنا الواي على العلامة هاي ماكو يساوي. تمام، اذا خليت نقطة مفتوحة. اما بالحالة الثانية اللي هو الواي اكبر او يساوي من -3، اول شي اخلي النقطة مال -3، هاي النقطة افرضها هنا مال -3، راح تكون النقطة شبيها مغلقة. ليش النقطة تكون مغلقة؟ لان بيها يساوي، هاي -3 والاتجاه راح يكون هيك. المجموع كامل اللي هو -3 أصغر أو يساوي من الواي أصغر من 4. راح أجي أحدد نقاط. منين أحدد النقاط مالاتي؟ ركز، هذا 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5، هاي بالسالب. -3 اللي هي هاي النقطة مغلقة، وهاي النقطة 4 مفتوحة. تمام، بيناتهن فقط ينملي، الأطراف ما ينملي، وانتهى عندي الحل. شوفوا وياي السؤال الثاني، أتمنى فهمتوا طبعا هذا السؤال. السؤال الثاني كلش سهل ونفس الفكرة مالته. ايش عندي -2 هنا لازم اتخلص منها. ببداية نشوف المعادلة كلها -4 أصغر أو يساوي من زد زائد 2 أصغر أو يساوي من 8. هذا -2 لازم اتخلص من عنده. شلون راح اتخلص من هذا -2؟ راح اضيف -2 لكل الاطراف. يعني ايش راح يصير؟ -4 ناقص 2 اصغر او يساوي من زد زائد 2 ناقص 2 اصغر او يساوي من 8 ناقص 2. تمام، هذين الاثنين -2 وناقص 2 يروحن. -4 و-2 -6 أصغر أو يساوي من زد أصغر أو يساوي 8 ناقص 2 6. أجي أرسم هذا. انتبهوا وياي شلون راح أرسم حبيبي. هاي النقطة -6، إيش بيها الدائرة مالتها مغلقة. ليش؟ لأن بيها يساوي ويا الأصغر. هاي النقطة -6، إيش بيها الدائرة مالتها هم بيها يساوي، إذن هم مغلقة. تمام، -6 و-6، اوصل بيناتهم. هذا -6 هذا -6. بي اشكال؟ ما بي اشكال ان شاء الله. احول السؤال الثالث. شي يقول لي؟ حل المتباينات المركبة التي تتضمن الأداة وجبريا ومثل مجموعة الحل على مستقيم الأعداد. ايش راح اسوي هنا؟ لازم انطي مجموعة حل كذلك. تمام، ركز وياي كل زين حبيبي. ايش عندي انا؟ المتباينة اكس زائد 6 اصغر او يساوي 12 و اكس زائد 6 اصغر اكبر عفوا هنا اكس زائد 6 اكبر من 12، اكس زائد 6 اصغر من 15. ايش راح اسوي؟ راح اجي
خل اخذ كل وحدة على حدة. x زائد 6 اصغر او يساوي اكبر او يساوي 12. الموجب 6 يتحول للطرف الاخر، x اكبر او يساوي من 12 ناقص 6، x اكبر او يساوي 6. عبارة الواي تنزل x زائد 6 اصغر من 15، x اصغر من 15 ناقص 6، x اصغر من 12. اذا الاكس اكبر من الستة واصغر من 12. تمام. عفوا 9 مو 12، لان 15 ناقص 6 9. تمام. هسه بهاي الحالة ايش راح اسوي؟ هذا راح اقول له solution 1 اللي هو x حيث x ايش بيه اكبر او يساوي 6. solution 2 اللي هو x حيث x اصغر من 9. تمام. اخذ المشترك بيناتن اللي هو S1 تقاطع S2. ليش تقاطع؟ لان حرف الو هو عبارة عن علامة تقاطع. يساوي x حيث x ينتمي الى r. ايش راح اقول؟ ركز عليه. 6 اصغر او يساوي من الاكس اصغر من 9. اجي ارسمهن. هاي نقطة 6، هاي نقطة 9. انتبه لي زين، نقطة 9 مفتوحة لان ما بيه يساوي، مو مربع دائرة لازم نسوي. نقطة 6 مسدودة لان بيها يساوي، راح هيجي اشبهها باللون، والاشارات راح تكون بيناتن. ليش؟ لان هذا ابو 9 منين حلقه؟ حلقه بهذا الاتجاه. تمام. اذا انا راح اسوي بالعكس الخطوط مالاته. هذا ابو 6 حلقه بهذا الاتجاه، انا راح اسوي خطوطه بهذا الاتجاه، وطلع لي هذا هو الناتج. ركز وياي السؤال الرابع. شو يقول؟ يقول سالب 9 اكبر او اصغر عفوا من 2 اكس ناقص 1 اصغر او يساوي 3. تخلص من هذا الواحد سالب 1 ومن الاثنين. شلون خلص من السالب 1؟ اضيف موجب 1 لكل الاطراف، يعني سالب 9 زائد 1 اصغر من 2 اكس ناقص 1 زائد 1 اصغر او يساوي من 3 زائد 1. سالب 8 اصغر من 2 اكس اصغر او يساوي 4. ينذن يروحن. اقسم المعادلة على 2 على مود يبقى لي فقط الاكس. سالب 8 تقسيم 2 سالب 4. 2 اكس تقسيم 2 اكس 4 تقسيم 2 2. طلع لي هذا الناتج. هسه ورا ما طلع لي هذا ايش راح اسوي؟ راح اخليه ضمن مجموعة الاعداد. solution يساوي x حيث x ينتمي الى r. x او لا مو الاكس، ناخذ بعد سالب 4 مباشرة. سالب 4 اصغر من الاكس اصغر او يساوي 2. اجي ارسمهن. ايش ارسم يا نقاط؟ ارسم نقاط السالب 4 ونقاط الاثنين. هاي النقطة للسالب 4 تكون مفتوحة لان ما بيها يساوي. هاي النقطة للاثنين تكون مسدودة لان بيها يساوي. هسه الاشارة الخطوط راح تكون بيناتهم بين النقطتين ذني. اتمنى فهمت وياي هذا المثال. نروح على المثال 5. شو يقول لي المثال 5؟ ركز وياي. يقول حل المتباينات التي تتضمن الأداة ثواني عفوا ايه حل المتباينات التي تتضمن الأداة أو بيانيا. رقم 5 منطيني 8 واي أصغر أكبر أو يساوي 64، أو 8 واي أصغر من 32. إيش راح أقول له؟ أقول له هذا أنا قسمه على 8 وهذا أنا قسمه على 8. واي أكبر أو يساوي 8. تمام.
الرسم ماله راح يكون هنا بالضبط. تمام. ايش راح اقول له بالرسم؟ وين الثمانية؟ فرضا هاي نقطة الثمانية، راح تكون نقطة متغطية لين بيها يساوي. خوش حكي. واتجاهها ايش راح يكون؟ من هنا. ليش؟ لان تتضمن الاداة او. ولو نلاحظ هو اتجاه السهم من انا اسوي الخطوط بالعكس. تمام. اجي للطرف الاخر اللي هو 8 واي اصغر او يساوي 32 على 8 واي اصغر او يساوي 4. تمام. هذا الرسم ماله راح يكون هنا. هاي نقطة الأربعة. تمام. هم بيها يساوي راح تكون متشبعة ومعباية كبيرة النقطة. ركزوا وياي اتجاه الحلق مال اللي أصغر منا، أنا الخطوط راح أسوي بالعكس يعني من هاي الصفحة. هسه أجي أسوي رسم مشترك لاثنيناتهن، اللي هو أقدر أقول رسم يخص هاي المعادلة اللي هي واي أكبر أو يساوي 8 أو واي أصغر أو يساوي 4. أنا مو أسوي رسم يخصها. هاي النقطة نقطة الأربعة، هاي النقطة نقطة الثمانية، والخطوط يكون على الجانبين. انتهى عندي السؤال. حول على السؤال السادس. شو يقول السؤال السادس؟ ركزوا وياي. يقول 2 زد تقسيم 3 أصغر من 2 على 3، أو 2 زد تقسيم 3 أكبر أو يساوي 8 على 9. ركز ايش راح أسوي عيوني. راح أخذ لك هاي أول وحدة، أقول 2 زد على 3 أصغر من 2 على 3. لازم أول نقطة أسويها أتخلص من هاي الثلاثة اللي بالمقام. شلون أتخلص من هاي الثلاثة اللي بالمقام؟ أتخلص من عدها بعملية وحدة. وهي شنو أستاذ هاي العملية؟ إذا تقدر توضح لي إياها. سهلة. أقول لك راح أضربها في 3. المعادلة كلها في 3. يعني 2 زد على 3 مضروب في 3 أصغر من 2 على 3 مضروب في 3. انتبه لي زين. هاي 3 ويا هاي تروح، هاي ويا هاي تروح. يعني 2 زد أصغر من 2. حلو؟ حلو لحد الآن. إيش راح أسوي؟ راح أقسم على 2. هاي المعادلة على 2، 2 زد وهاي هم على 2، ذن يروحن وذن يروحن. زد أصغر من 1. هاي هي طلعت لي. تمام. أجي للقسم الثاني اللي هو الأو. طبعا الأو عبارة عن عملية اتحاد. إيش راح أقول له؟ 2 زد على 3 أكبر أو يساوي 8 على 9. أقول له أضرب المعادلة كلها في 3. يعني 2 زد على 3 مضروب في 3 أصغر أو يساوي 8 على 9 مضروب في 3. انتبه لي، هذا ويا هذا يروح، هذا ب1 هذا ب3. يعني ايش راح يصير عندي؟ 2 زد أكبر أو يساوي 8 على 3. حلو لحد الآن؟ حلو. ركز وياي. هاي الثلاثة اللي بالمقام هم اريد اتخلص من عدها. هم راح اضرب المعادلتين في 3، اضرب المعادلة كلها في 3. 2 زد في 3 6 زد اكبر او يساوي 8 على 3 في 3 8. فهمنا؟ انا اريد اتخلص من المقامات، تصير عندي خاصية عدلة. هسه او هذا ما له داعي لحد الان. 6 زد تقسيم 6 زد اكبر او يساوي من 8. ايش راح اقول؟ راح اقول تقسيم 6، لان انا اريد فقط الزد. هذا ويا هذا يروحن يبقى فقط زد على 2 ب 3 على 2 ب 4 اكبر او يساوي 4 على 3.
هسه من اجي ارسم بالبداية، خل ارسم لكل وحدة منهن رسم واحد. عندما زد اصغر من الواحد، هاي نقطة الواحد مفتوحة، الدائرة مالتها لين ما بيساوي، مو مربعية معود دائرة. اي، والخطوط راح تكون منا. ليش؟ لان انت لو تلاحظ اتجاه الحلق مال الاصغر منا، انا الخطوط تسوي عكس. حلو. بعد اجي زد اكبر او يساوي 4/3، اجي احدد نقطة 4/3، احددها هنا مثلا. ايش بيها النقطة؟ مغلقة متعباية، 4/3. خطوط راح تكون من هاي الصفحة. اجي اسوي نقطة مشتركة لاثنيناتهن، اللي هي راح تكون هاي نقطة الواحد وهاي نقطة 4/3. هاي متعباية ونقطة الواحد ما متعباية، وكل واحد اتجاه يكون بالعكس. تمام. اروح للسؤال 7. شي يقول السؤال 7؟ يقول حل المتباينات المركبة التي تتضمن أو جبريا ومثل الحل على مستقيم الأعداد. 3 الناقص 7 أكبر من -5، أو 3 الناقص 7 أصغر أو يساوي -9. ايش راح أقول له بهاي الحالة؟ بهاي الحالة راح أخذ كل واحد على حدة. أول شي راح أجي أخذ هذا واحد. يقول 3 أصغر من -5، -7 أحوله للطرف الآخر يصير -7. 3 أكبر عفوا من 2 بالموجب، لأن -5 وموجب 7 2. n أكبر من 2/3، لأن قسمت المعادلة على 3. بإشكال؟ لا. أو أجي للثانية، 3 الناقص 7 أصغر أو يساوي -9. 3 أصغر أو يساوي -9 موجب 7. 3 أصغر أو يساوي -2. 3 أو لا n فقط أصغر أو يساوي -2/3. أجي أقول له مجموعة الحل الأولى مال هنا، ايش راح تقول له؟ x حيث n أكبر من 2/3. مجموعة الحل الثانية ايش راح يقول له؟ x حيث، أو مو x، n أعتبره. نعم هنا أخذ n. طبعا أعتذر على الأغلاط اللي تصير، بس شوية الوقت متأخر، التسجيل وتعب شغل وهيج، فيصير أغلاط طبيعي. n حيث n شبيه أصغر أو يساوي -2/3. أجي أرسمهن على خط الأعداد. هاي نقطة السالب تكون مغلقة، لين بيها يساوي -2/3. هاي نقطة 2/3 تكون مفتوحة. ركز، السالب اتجاهها من هنا، إذا أنا الخطوط راح يكون بالعكس، يعني هيك. الموجب أنا اتجاهها من هنا، إذا الخطوط راح تكون بالعكس، يعني من هنا هيك. بإشكال؟ فهمنا كل زين، وموضوع حلو سهل أصلا هو، والشرح كان كلش واضح من شرحته أتوقع. أجي للسؤال 8. شي يقول لي؟ يقول x زائد 15، x زائد 15 أكبر أو يساوي 30، أو x زائد 15 أصغر من 22. ايش راح أسوي؟ أنا أخذ كل وحدة على حدة. x زائد 15 أكبر أو يساوي 30، x أكبر أو يساوي 30 ناقص 15. حولت الموجب 15 للطرف الآخر، صار -15. x أكبر أو يساوي 30 ناقص 15 15. مجموعة الحل مالتها x حيث x أكبر أو يساوي 15، أو x زائد 15 أصغر من 22. x أصغر من 22 ناقص 15. x أصغر من 7. راح أقول له solution to x حيث x أصغر من 7. شو أسوي هسه؟ أخذ رسم مشترك إلين.
وآخذ مجموعة حل مشتركة، هي مجموعة الحل الأولى أو اتحاد مجموعة الحل الثانية. ايش راح يطلع لي الناتج؟ x حيث x 15 أكبر أو يساوي 15 اتحاد x حيث x أصغر من 7. أروح للسؤال 9. شي يقول لي السؤال 9؟ ركزوا وياي. يقول هل يمكن رسم مثلث أطوال أضلاعه كما يأتي 1 سنتيمتر و2 سنتيمتر وجذر 3 سنتيمتر؟ حلو. أنا أول ما أجي جذر 3 شقد تقريبا العدد مالتها؟ أعتبرها تقريبا 1.5 جذر 3. تمام. تعال كل اثنين آخذهن لازم أجمعهن يكونن أكبر من الثالثة، يعني 1 زائد 2 أكبر من جذر 3. 1 زائد 2 هو 3 أكبر من جذر 3. جذر 3 قلنا 1.5، طبعا 3 أكبر، إذن الحالة صحيحة. 1 زائد جذر 3 أكبر من 2. 1 زائد جذر 3 تقريبا ينطيني 2 وكسور. تمام، يعني 2.5 نقول أكبر من 2. صحيحة. بعد 2 زائد جذر 3 أكبر من 1. 2 وجذر 3 قلنا 1.5 تقريبا، 3.5 أكبر من 1. صحيحة. طبعا هو جذر 3 1.5 1.7 كلهم صحيحات. إذن يمكن رسم مثلث. أجي على الجوة 5 سنتيمتر و4 سنتيمتر و9 سنتيمتر. إيش راح آخذ؟ 5 زائد 4 لازم يكون أكبر من 9. 5 زائد 4 9. 9 مو أكبر من 9. تمام. أجرب البقية. 5 زائد 9 أكبر من 4. هاي صحيحة. 4 زائد 9 اللي هو 13 أكبر من 5. هاي صحيحة. أول وحدة خطأ. مدام أول وحدة خطأ راح أقول له لا يمكن رسم مثلث. انتهى. أحول على النقطة 11. شو تقول لي النقطة 11؟ 1 سنتيمتر زائد جذر 2 سنتيمتر وجذر 2 سنتيمتر. جذر 2 أقدر أعتبره 1 فاصلة، جذر 2 يساوي 1.4 نقول عليه. تمام. 1 زائد جذر 2 أكبر من جذر 2. هذا 1 وهذا 1.4. 2.4 أكبر من 1.4. هاي النقطة صحيحة. 1 زائد جذر 2 الثانية أكبر من جذر 2. هم صحيحة. نفس العملية بس لازم أكررها. جذر 2 زائد جذر 2 راح يطلع لي 2.8 أكبر من 1. هم صحيحة. إذن يمكن رسم المثلث. تمام. أجي على الأخير 3 سنتيمتر و4 سنتيمتر و2 جذر 3 سنتيمتر. شوف جذر 3 قلنا يساوي 1.6 نقدر نقول عليه. 2 في هذا الرقم، 2 في 6 12. 2 و1 باليد، 2 في 1 2 1 3 فارزين يصير 3.5 3.2 عفوا. شوف 3 زائد 4 أكبر من 2 جذر 3. 3 زائد 4 7 أكبر من هذا الرقم. صحيح. 3 زائد 2 جذر 3 أكبر من 4. هذا 3.2 وهذا 3 6.2 أكبر من 4. صحيح. 4 زائد 2 جذر 3 أكبر من 3. هم صحيح. إذن يمكن رسم المثلث. لهنا وانتهى ويانا القسم الأول من التمارين. إن شاء الله في فيديو آخر راح ناخذ تكملة التمارين.